بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إخوان والأخوات، تحياتي وعيدكم مبروك وعواشركم مبروكة. نتمنى هذا العيد هذه يدوز عليكم بالصحة والعافية والأمن والأمان. عرفتوا شنو هي الصدمة اللي كاينة في الإعلام الإيطالي من البارح من بعد صلاة العيد؟ يعني صراحة واحد الصدمة اللي هي خطيرة جدا، اللي انهم خلاتهم ما بقوش فاهمين اشنو واقع. الصدمة اللي تصدموا هي انه المساجد اللي في ايطاليا كاملة والاماكن اللي تاخدوها لصلاة العيد كانت مملوءة عن اخره، يعني لدرجة انه حنا اللي كنمشيو نصليو صلاة العيد كل عيد تصدمنا. يعني حنا بقينا في واحد الحالة اللي ما غادي نقول لك، بقينا حنا كنتسائلوا هاد الناس هادي سبحان الله كيفاش اوروبا وباقا متشبته بدينها، لا اطفال ولا شيوخ ولا شباب ولا شابات ولا نساء، ولا صراحة من كل فئات ومن كل اطياف ومن كل اجناس، يعني من افريقيا، اوروبا، من اسيا، من امريكا، يعني ناس مسلمين من جميع دول العالم كانت موجودة في صالة العيد، لدرجة ما يعني مخك يوقف، يعني القشعريرة. يعني وانتم غادي تشوفوا في المواقع، اكيد شفتوا ماشي غادي تشوفوا في المواقع الكم الهائل ديال المسلمين اللي صلوا صلاة العيد، سواء في ميلانو، في بولونيا، في روما، في المنطقة اللي عايش أنا في مودينا. يعني حتى الناس ما لقاوش الأماكن فين غادي يصليو، حتى الأماكن ما كفاتش للناس، سبحان الله. وهذا شنو هو كيدل على أن الناس أوروبا متشبتة بدينها، حتى لو هاجروا، حتى لو جاو هنايا، باقين الشباب والناس باقين متشبتين بدينهم. والحمد لله على نعمة الإسلام. يعني كان واحد الاجتماع، وخصوصا في صلاة التراويح، يعني مرت واحد الأجواء وواحد الصلوات اللي هي رائعة جدا، وما شاء الله، اللهم زد وبارك. وتحياتي لكم، وتحيات لهذوك اللي كينتقدوا المساجد، اللي كيقولوا بأن هذيك المساجد راه هكا نصبوا هكا. ماشي كلشي كينصب، راه كل واحد وكيفاش عامل، يعني راه واحد كيجر مع أمة ديال الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله.